التوزيع الإداري للمناطق الكردية في سوريا. إعداد علي عبد الله كولو. يعتبر الكرد أحد شعوب غرب قارة آسيا، وقد اتخذ من الجبال الواقعة والتي تعرف اليوم شرقي تركيا وغربي إيران وشمالي العراق وسوريا موطنا له من القدم. أما أسلاف الكرد فهم اللولو، الكوتيون، الحوريون، الميتانيون، الكاشيون، الميديون، المانيون، الكاردوخيون. وهناك في منطقة الجزيرة أعلى سوريا تلال آثرية، تلموزان، أوركيش، تليلان، شاغر بازار، وشوكاني، مع وجود صيغ عديدة لاسم الكردة بما تدل على معاني مختلفة. ومنذ العصور القديمة كان هناك شعب تميز بكل المميزات القومية، وتقع أرض الكرد في منطقة تتميز بطابعها الجبلي، واشتهرت مقاطعاتها في التاريخ القديم بأسماء عديدة مثل سوبير، سوبارتو، كوتيوم، زامو، كوهستان، بلاد الجبل. ولا تؤلف كردستان اليوم أرضا ذات حدود سياسة معينة معترف بها، وإنما تشكل جزءا من أراضي دول تركيا، إيران، العراق، سوريا. أما أوركيش فقد كانت مركز المملكة الحورية في أواخر الألف الثالث قبل الميلاد، كما كانت مدينة دينية مهمة ومركز لعبادة الإله كوماربي، الإله الأساسي في الأساطير الحورية. وامتد نطاقها من مثلث الخابور حتى نهر ديالا، وشملت شمالي بلاد أشور والمناطق الجبلية جنوب بحيرة وان. واستطاع سوشتر توحيد مملكة ميتاني، ومناطق نفوذه امتدت من جبال زاغروس وحتى البحر المتوسط. وكانت عاصمة سوشتر هي مدينة وأشوكاني، رأس العين الحالية في محافظة الحسكة. أما أهم الحكومات الكردية في العهد الإسلامي فهي الروادية، السالارية، الحسنوية، الشدادية، الدوستكية، المروانية، اللورية، الأيوبية، الأردلانية. ابقوا معنا عبر المتابعة، نقتفي الآثار ونقدم كل جديد. إعداد هذا الفيديو سردار رامان.